غدوة رانا رايحين كل الممات. الوقت هو الانسان كارش في هذه المسؤوليه والناس تشوفها ترتاحت على المسؤوليات، لكن انسان مقتدر بسم الله. وعلى هذا كذلك نجعلوا يعني تكون مقاييس وتكون يعني كذا فيما يخص المسؤوليات، وهي الكفاءه وهي النزاهه وهي كذلك الانسان يجي باش يعمل الاجتهاد يعني للعمل. يعني احنا نشوفوا هذا الدول اللي فاتتنا باش فاتنا بالعلم والدين تاع الاسلام. 25 سنة تمر عن فاجعة اغتيال الرئيس محمد بوضياف خلال زيارة قادته لولاية عنابة بتاريخ 29 جوان 1992 لتعود ذاكرة رحيل سي طيب الوطني مثلما كان يطلق عليه إبان الثورة التحريرية التي كان له الفضل في اندلاعها وأصبح رمزا من رموزها. محمد بوضياف رابع رئيس للجزائر ساهم في تنظيم اللجنة الثورية للوحدة والعمل، هذه اللجنة التي قامت بتفجير ثورة التحرير الجزائرية، بالإضافة إلى تاريخ الرجل الحافل بالنضال من أجل تحرير الجزائر وارتباط اسمه بالعمل التحرري منذ ثلاثينيات القرن الماضي، ليسجل له التاريخ أنه كان أحد قادة الستة الذين أسسوا جبهة التحرير الوطني والعمل من أجل إشعال ثورة مسلحة لإخراج المستعمر الفرنسي. وواصل بوضياف نضاله حتى استقلال الجزائر سنة 62 900 وألف ليخرج من الجزائر منفيا بعد خلافات سياسية بالبلاد ويتجه نحو أوروبا التي لم يلبث بها طويلا ليستقر بالمغرب قرابة 28 سنة، إلى أن تم استدعاؤه مطلع سنة 92 900 وألف بعد أزمة سياسية خلفتها إلغاء أول انتخابات تشريعية بعد التعددية، ليخلف بذلك سي طيب الوطني الرئيس شادلي بن جديد ويصبح رابع رئيس للجزائر. لكن فترة حكمه لم تدم طويلا لتغتاله أيادي الغدر فقط بعد 166 يوما من اعتلائه سدة الحكم، وتبقى قضية اغتياله غامضة إلى يومنا هذا. فوداعا يا أسد الجزائر، رحمك الله وأسكنك فسيح جنته.